والله 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 هناك خطة عظيمة وخطيرة لضرب الإسلام، لضرب الإسلام. وسأتلو عليكم الآن ما قاله وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون. ماذا يقول؟ والأمر ليس سري، الفيديو موجود لمن أراد الرجوع إليه. أنا كتبت ما قاله بالحرف. اسمع إلى الخطة. وما الذي يدبرونه ويمكرونه للإسلام؟ أحد نتائج قمة الرئيس في الرياض، يقصد ترامب، أحد نتائج قمة الرئيس بالرياض كانت إنشاء مركز لمكافحة الخطاب الإسلامي المتطرف في السعودية. إنشاء مركز لمكافحة الخطاب الإسلامي المتطرف بالسعودية. يقول المركز قائم الآن وقد افتتح ونحن هناك، والمركز له عدد من العناصر لمهاجمة التطرف حول العالم. وأحد العناصر التي تفقدناها معهم وقد أخذوا خطوات بشأنها أعني السعوديين هي أن ينشروا كتبا دراسية جديدة تدرس في المدارس الموجودة في المساجد حول العالم. هذه الكتب ستحل محل الكتب الدراسية الموجودة هناك اليوم، والتي تروج للفكر الوهابي المتطرف والذي يبرر العنف. وقد طالبناهم أوامر، وقد طالبناهم ليس فقط بنشر الكتب المدرسية الجديدة، لكن بسحب الكتب القديمة حتى نستعيدها. يقول وهذا مثال واحد. إيش معنى هذا مثال واحد؟ يعني في كثير أمور اتفقوا عليها. هذا شيء من الخطوات، تغيير المناهج وسحب الكتب القديمة وهكذا، وسحب الفكر المتطرف الوهابي بزعمهم. يقول وهذا مثال واحد، يعني في أمور خطوات على الحجاب مثلا، الحجاب وتحرير المرأة وإلى ما هنالك. ثم يتابع قائلا هذا المركز سوف يغطي نطاقا واسعا جدا من وسائل الاتصال الاجتماعي إلى الإعلام، وكذلك شوف مليارات تضخ على الإعلام لبث السموم في شباب هذه الأمة، كله مخطط. وكذلك كيفية تدريب الأئمة الشباب، أئمة المساجد والخطباء، حتى هاي راح يتدخلوا فيها وراح يدربوهم. تخيل تخريج أمريكا وتخريج الصهاينة. يقول وكذلك كيفية تدريب الأئمة الشباب بمراكز التعليم الإسلامية، ونحن نعمل معهم اليوم مع تأسيس هذا المركز الجديد بما في ذلك المعايير التي سنحاسب عليها. الله أكبر، مفهوم؟ سنحاسب عليها في خطوات بتكون تمشوا عليها، وراح نحاسب من يخرج عن هذه الخطوات المتفق عليها. وهذه أحد المهام التي تعمل فيها وزارة الخارجية الأمريكية مع السعودية وآخرين، حط قوسين، وآخرين يعني في دول أخرى وآخرين. الخطة واضحة وغير سرية.
جيمس ويلسي رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق 2005 كمان المقطع موجود، قال سنصنع لهم إسلاما يناسبنا، سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. أحبابي اليوم تضخ مليارات، والله مليارات، خاصة على الإعلام للتشكيك بالقرآن وبصحيح البخاري ومسلم وضرب الحجاب واللحية والجهاد وإلى ما هنالك، بدعوى تنويريين وقرآنيين ومدري إيش. هذه كلها وراءها منظمات تعمل ليل نهار لضرب الإسلام، لضرب سنة محمد عليه الصلاة والسلام.